أكيد إنك جربت تساعد أحد وتم فهمك بشكل خاطئ، فكيف تعبر عن شعورك باللغة الإنجليزية؟ You can say One, this is أحمد again. طيب، عندنا سلسلة الآن لتعلم كلمات شائعة في اللغة الإنجليزية، وهذه السلسلة راح تكون جدا مفيدة للناس اللي حابة تطور لغتها الإنجليزية. طيب، نبدأ في أول عبارة. Don't be fool and stop laughing at me. Don't be fool and stop laughing at me. Fool يعني أحمق، لا تكن أحمق وكف عن الضحك علي. ملاحظة مهمة جدا، كلمة stop و start الكلمة اللي بعدها لابد يكون ing، فالفعل laugh نقول laughing. طيب، ناخذ مثال. Don't be fool and stop laughing at me. I'm serious about what I'm saying. طبعا مع السرعة لازم تقول what I'm saying أو what I am saying. ناخذ الكلمة اللي بعدها what has gone into you. What has gotten into you، أو ممكن تقول what has gotten into you، لكن النيتيفز ينطقوها كأنها همزة gotten عشان السرعة. ونوع هذه الجملة تعتبر من ال present perfect. تكلمنا عن هذه القاعدة في الفيديوهات السابقة. الناس اللي كانوا متابعين معنا عارفين هذه القاعدة لأننا شرحناها. إذا ما تابعت القاعدة في الفيديو اللي قبل، بليز ارجع وتابع هذه القاعدة. What has gone into you. What has gone into you. You were always so calm. ال هنا silent ما تنطق calm. But now you're acting so impulsive. ماذا حدث لك؟ What has gone into you يعني ماذا حدث لك؟ لقد كنت دائما هادئ calm. But now you're acting so impulsive. ولكنك الآن تتصرف بعجلة. Impulsive يعني عجلة، يعني متهور بدون تفكير وبدون تأني. طيب، Did you lie to me. Did you lie to me. هل كذبت علي؟ طبعا شرحنا احنا كلمة did، وإذا ما تابعت ارجع تابع الشرح. فالحرف الجر المناسب لهذه الكلمة اللي هي lie to. lie to. Did you lie to me. هل كذبت علي؟ I can't believe you would do that after everything we've been through. لا أصدق أنك فعلت ذلك بعد كل ما مررنا به. طبعا كلمة have been through تعتبر من الكلمات الشائعة جدا والمتكررة، فلازم نحطها في جملة مفيدة عشان تثبت هذه الكلمة. I have been through a lot of difficulties. معناها لقد مررت بالكثير من المصاعب أو بالكثير من الصعوبات. I have been. وشرحنا كلمة have في الفيديو السابق، ارجع للفيديو عشان تفهم هذه الكلمة لأنها راح تتكرر بشكل كثير، فراح تسبب لك headache، وهيدك معناها صداع. طيب، I got a song to sing. I got a song to sing. I got a song to sing. لدي أغنية لأغنيها. got يعني يملك أو لديه، تمام. لكن هذه الكلمة عامية أو غير رسمية، لكن نحن ممكن نقول I have، فكلها صح، كلها تمشي. I have I got كلها تمشي. song تعني أغنية، sing يغني. I got a song to sing and it's going to lift everyone's spirits in their room. وسوف ترفع، lift يعني ترفع أو يرفع، everyone's spirits معنويات، spirits يعني معنويات، والإس للملكية، معنويات الجميع في هذه الغرفة. اللي بعد singing. طبعا singing تعني غناء، هذه مصدر غنى يغني غناء singing. وحرف الجي هنا تكون خفيفة، فما ينفع تقول singing، غلط. singing غلط. singing كأنه ما في جي، انطقها كأنه ما في جي. singing وضح الان بس النونين. singing
Singing is the best way for me to express words cannot. الغناء هو أفضل وسيلة لي للتعبير عما لا تستطيع قوله الكلمات. Oh my god. طيب، أنا خليت هذه العبارة آخر شيء لأنها هي يعني في وجهة نظري شايف أنها أهم. أكيد أنك جربت تساعد أحد وتم فهمك بشكل خاطئ، فكيف تعبر عن شعورك باللغة الإنجليزية؟ You can say. ومعنى هذه العبارة أنا أعلم كيف الشعور عندما، أو تعني أنا فاهم شعور وتكمل إنك جربت هذا الشعور فأنت فاهم فصار عندك خبرة. أنا فاهم الشعور وتكمل. I know what it's like to I know what it's like to be misunderstood. أنا فاهم شعور أنه يتم إساءة فهمك. Even when you're just trying to help. حتى وعندما تحاول فقط المساعدة. أعلم كيف يكون الشعور عندما يتم فهمك بشكل خاطئ، حتى عندما تحاول فقط المساعدة. هذه كانت الكلمات لهذا اليوم، ولا تنسوا تدعمونا حتى نستمر في هذه السلسلة من الفيديوهات، وأيضا اكتبوا كومنتات وشاركوا هذه الفيديوهات مع زملائكم. I'll see you guys later.